السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما بفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه معانا نجاح زي ما بيقولوا منقطع النظير. معانا الاستاذ حماده، كام سنه؟ 48 سنه. جاي لنا من السعوديه مخصوص عشان يعمل عمليه الشخير. الحقيقه يعني حالته كانت صعبه. انا عايز اسمع منه، قول لي قصتك كده، انت ايه اللي خلاك تيجي ورحت فين وعملت ايه وتعبت ازاي؟ انا بقالي اكتر من 10 سنين بقول لنفسي لاخواتي هتصحى الصبح تلاقوني طارش دم على السرير من كتر الصداع والدوخه. ومجرد اشم شويه هواء بحس بنار، يعني شويه مكيف، لو شغلت المكيف احس سايف فوق طول الليل. تمام. انام الساعه واحدة بالليل، 1:05 1:06 1:10 1:30 نايم قاعد كده، نايم كده ايه، كل 5 دقايق لو حد صورني يشوف العجب. يا للدرجه دي؟ عجب يا دكتور. بموت. كان صداع. ودايما انام وانا سايق، انام في الحمام، استنى الصبح يطلع عشان انام، عشان امشي. انام وانا ماشي. مش فاهم يعني استنى الصبح يطلع، يعني عشان زهقت النوم. انام وانا قاعد وانا في الحمام، انام وانا ماشي في العربيه. للدرجه دي؟ قسما بالله بموت. كم سنه وانت تعبان كده؟ انا بقالي 10 سنين على كده. والله يا دكتور. ايه اللي خلاك تيجي تعمل عمليه؟ والله يا دكتور انا تابعتك من زمان. ودكتور هشام يعني شفت فيديوهاتك. دكتور هشام غيري ولا اللي هو انت حضرتك متمكن، يعني ما شاء الله عليك، ربنا يخليك يا رب. تمام. انا بقول لنفسي امبارح، والله بقول للمدام، بقول المفروض قسما بالله مش مجامله والله العظيم، بعد ما ارتحت يعني بقول للدكتور هشام المفروض الناس تتعلم من تحت ايده، يعني ربنا يكرمك. من بدايه جيل دكتور هشام اللي جاي، ربنا يكرمك من اللي انا شفته والله العظيم. ربنا يكرمك. وانا كنت بنام طول الليل، لو نمت على ظهري اشرق. لو نمت 10 دقايق يجي له صداع بعد 5 دقايق ولا 10 دقايق وانا نايم. طب ما رحتش لدكاتره؟ ما دورتش على دكاتره للشخير؟ خايف. ما رحتش لحد خالص؟ رحت لواحد في المنصوره. كويس. وانا جاي في الطريق ما حاولناش ناخد دواء، قال لك في غضاريف، قص غضاريف. قلت له لا، تتصل على الدكتور هشام تتابعه بقالي ايه سنه على النت. كويس. ليه؟ لان حضرتك خبره وشفت العمليات بتاعت حضرتك ومتمكن وراجل ايدك من ذهب، يعني ربنا يكرمك. والله العظيم ربنا يكرمك. يعني دكتور ذهب وقلب ذهب. احنا بقى لنا 10 ايام. احياني بص انا كنت ميت والله العظيم بجد. للدرجات؟ والله كنت ميت. احنا بقى لنا 10 ايام عاملين العمليه ولسه شايلين الدعامه دلوقتي. انا ميت وصحيت. انا قاعد ده في ال10 ايام اللي احنا عملنا فيهم العمليه اتحسنت؟ والله. ازاي؟ ما عادش فيش. بحس اني ما كنتش بنام اكتر من ربع ساعه في اليوم. دلوقتي بتنام قد ايه؟ ممكن بنام مثلا، انام الساعه 1 للساعه 8 الصبح. يا نهارك ابيض. ما كنتش بكمل يعني 7 ساعات نايمهم متصل دلوقتي؟ عمري في حياتي ما نمت ربع ساعه. الكلام ده في منتهى الخطوره والله. اقسم بكتاب الله ما نمت ربع ساعه لغايه نجحت في شغلي. انا نجحت في شغلي من ليله النوم. ازاي؟ بتشتغل على طول؟ ليل صاحي وبالليل صاحي، واخد بالك؟ ما فيش وقت انام فيه. انام اكني بموت، يعني استنى بالليل يجي الساعه 12 بالليل عشان اروح من الدوام. انام عشان انام ساعتين 4 ساعات. ال4 ساعات دول عذاب. يا ساتر. اقسم بالله يا دكتور هشام عذاب. انا اروح مثلا المغرب. انا شايف زوجتك قاعده عايز تتكلم، عايزه تقول كلام كتير. هتسيبيه بس يطلع اللي عنده وبعدين نتكلم معاه. مش بقول لك ايه، لو قعدت اقول لك 100 سنه على اللي انت عملته وخبرتك وعلمك، ده خساره. الناس يعني مش خساره بقى، خساره ان حد يروح جيوب انفيه يبهدلوه على كده. انا كنت من كتر ما الناس قالت لك عندك جيوب انفيه. بص يا دكتور، انت جبت من الاخر. اصل الناس بتزعل لما انا اول ما يخش لي. اقسم بالله ما هو مجامله، اقسم بالله وحياه ولادي ما هو مجامله، اقسم بالله. اللي يعرف قيمتك بس يقعدوك كده بس كده. ربنا يكرمك. ده كتير عليا، والله كتير عليا. اقسم بالله. لا اصل الناس بتزعل. الامانه بص يا دكتور، مصر خربانه في الحاجه ان الواحد مثلا يروح عند دكتور يبهدلوه. كم مليون واحد عيان جيوب انفيه بيتبهدل وما بيديش انتاج. ايوه. وعلاج على الفاضي. يعني لو بداوا من واحد، من كل واحد زي حضرتك كده، واحد خبره في كل مجال كده يعلم الجيل اللي بعده. ده كلام صح. ننسى اللي فات كله. ده كلام صح. معلش، كم دكتور جيوب انفيه في مصر؟ وكم مريض؟ اكتر من 2 3 مليون. تمام. العلاجات غلط. طب انا مادي لحد ما انا لو ماسك ليا حكم ماسك دوله، واحد زي الدكتور حضرتك، مش مجامله قسما بالله. خد اللي انت عاوزه، بس علم الجيل الجديد الصح. ما يجيش يبهدل. العلم والتعليم ما يساويش فلوس. ما هو نبدا من جديد. ما يساويش فلوس ولا كنوز الدنيا. انا فاهم،
بس انا بالنسبه قصدي ان انا مثلا اعلم جيل جديد صح. من تحت ايد الصح، ما ده اجيش كلامك اشيل له صح. حته ثانيه غير حته، كلامك صح. ابهدل المريض والاخر صح. برضه يجي هو يتعب يعني. في ناس كتير جدا بتزعل لما اول ما تخش وتقعد واقعد اكشف عليها، وفي اول ما ابص بفضل ربنا علينا، يعني طبعا بسبب الخبره وبسبب التخصص الواحد فيه بقاله 30 سنه، اول ما ابص على المريض اقول له انت محتاج عمليه، يزعل يقول لي بسرعه كده يا دكتور انت شخصت ان عندي عمليه؟ طب ما تشوف. قلت له انا طبعا شخصتك وشفت عندك، انا اخدت معاك قد ايه لغايه ما قلت لك انت محتاج عمليه؟ ما فيش حاجه. ده انا بص مجرد بصيت بس قلت له عمليه، وانا قلنا ايه؟ قلنا تاني يوم العمليه. اه. مع ان انا بهرب. طب انت ما فكرتش قلت لا ده بص عليها بسرعه، لا ده ما خدش وقت انا معايا، مش قاعد اي وبعد حد. كده عملنا عند مش قاعد اي حد، واخد بالك؟ انا قاعد حضرتك، مش قاعد عند حد. انا ما كنتش هنام ابدا لاي حد في العالم، للدرجه اقسم دي؟ بالله ما كنت انام لحد الا حضرتك، واخد بالك؟ انا حتى لو قال لك هتموت وهتعمل عمليه مش هعرف. انا قعدت اقول لهم الاسبوع الجاي عشان اهرب. يعني ايه؟ انا دكتور في المنصوره في عندنا، المنصورة وفي شربين السنه اللي فاتت. اه. تقول لي اكشف ولا لا الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده حضرتك بتساوي. ما قلت كده، قلت مفيش مجال. انا قلت لك النهارده، قلت لي ما بكره في على طول. مع اني ببص ما يعني بتخاف. بص ما بموت طبعا طبعا، ربنا لكن يخليك يا اتحسنت. أنت راجل محترم. قول لي بقى اتحسنت ازاي؟ انت قاعد تشكر وبتاع وانا لا الحقيقه لا يعني هو انا عايز اعرف هو القسم. تحسن. انا نمت، بنام دلوقتي. كويس. كنت بنام على ظهر اشرق. مجرد اشم شويه مروحه هواء اقعد راحه تصطاد الليل والنهار. دلوقتي احسن؟ ما عادش هتص خالص. انا كنت اكنك حاطط سم، يعني انا بقول لو سم محطوط في الهواء ما يوصلش بسرعه كده. ونار من هنا، وصداع طول الليل، ودوخه، كل ده انتهى؟ ونوم. والله ما عادش حاجه. ده لسه الدعامه لسه شايلينها يعني، كل ده لا كل ده والدعامه في انا مناخيرك؟ نايم بنام بقعد اتكلم وانا نايم من فرحه الواحد كده، اكني اشوف مبسوط. في ال10 ايام دول؟ انا ما نمش خالص. ما هو اللي يعرف قيمه الحاجه اللي محروم منها. بالظبط كده. انت محروم من حاجه تعرف ده قيمتها. كلام صح. انا النهارده الناس كنت بنام الواحد بلاقي الناس بتنام 10 ساعات. الوقت ده بالنسبه لي ساعتين فرح بالنسبه اللي شفته. ايوه. ربنا يخليك لنا يا دكتور. ربنا يكرمك. نسمع المدام بقى اللي قاعده تتململ على الكرسي عايزه تقول. ربنا يخليك يا دكتور. الاول الحمد لله على سلامه الاستاذ حماد. دي نمره واحد. يعني انا الكلام اللي هو قاله لي ده ما يساويش عندي مال الدنيا الحقيقه. لكن انا عايز اسمع منك، لان انت اقرب واحده واكتر واحده اعتقد ان هي كانت تعبانه معاه ومتألمه معاه وخايفه عليه 500,000 حاجه الحقيقه. فقولي لي انت كنت شايفاه ازاي قبل العمليه، من قبل 10 ايام، وشايفاه ازاي امبارح واول امبارح؟ بس مش هقول لك من 10 ايام. لا هو كان بيعاني يعني من موضوع قلة النوم ده، ما كانش فيه نوم يعني، نوم مستمر مريح. مستمر. عذاب. كان بيتعذب من قصة النوم دي وكده، وكان بيقلق في الليل كتير. يعني مفيش نوم متواصل مثلا ساعة مثلا على بعضها، مفيش. كان مأثر عليكي في ايه؟ كزوجة بقى يعني، مأثر عليكي قلقانه وانت نايمه، سبت له الباب الاوضه وقمتي عشان الشخير والخنقه؟ طبعا في توتر برضو في الاسره كلها، في الحياه. طبعا لما بيقوم طبعا مفيش. كنت قلقانه معاه. طب انت أكيد شفتيه في اخر 10 ايام، قولي لي كده لا بقى شكله عامل ازاي؟ لا هو حاليا الحمد لله يعني بعد العمليه وكده، لا في تحسن في موضوع بالنسبه لموضوع النوم. لا تمام، فارق جامد. لا انت قلت لي هو جاي النهارده وانتوا يعني جايين السفر، كان ايه اللي في السفر النهارده؟ ممكن بينام مثلا، بنام طول السكه بينام النهارده صاحي طول السكه من المنصوره لغايه هنا صاحي؟ صاحي. ما نمتش؟ ده حاجه غريبه يعني. حاجه غريبه بالنسبه لكم؟ بالنسبه له هو، وبالنسبه له طبعا. حاجه غريبه ازاي؟ جدا. مجرد 5 دقايق بسرعه عربيه. انا عندي عربيه، انا مجرد سرعه عربيه هناك في السعوديه. مجرد وانا نازل من البيت يعني يبقى قاعد فجاه بين المحل والبيت 5 دقايق. فدوام بيخلص الظهريه. تلاقيه نايم في العربيه نص ساعه وساعه في العربيه. يعني انزل من العربيه افتح الباب وافتح ادخل الشقه، بنام في العربيه وانا قاعد. بينام في اي مكان ممكن. الاقيه نايم في العربيه وانا وصلت البيت خلاص. يعني انت وصلت البيت؟ وصلت البيت وقاعد جوه العربيه نايم؟ بيرن عليا كل تعالى، بيجي يقول لي صحيني من العربيه، يقول لي ادخل يعني افتح الباب العربيه كده يفتح الباب وممكن ينام وهو فاتح باب العربيه ونازل منها عادي. للدرجه دي؟ اقسم بالله يا دكتور. انا مصدقك، بس يعني ده يعني الكلام ده اتغير في ال10 ايام؟ انا فرحان من النوم. انا بص نوم. كنت نايم على ظهري، لو نمت على ظهري اشرق حضرتك. لو
حاجات كتير جدا يعني، كلها كله اتغير خالص. طب قول لي بس العمليه تعبتك؟ كان في تعب؟ اللي هو كان في التعب بس، اللي هو السقف البق الواحد، اللي هو شويه الم. اللي هو لا السقف مش عم اللي هو اللي هو ده الزور طبعا بس. شد سقف الحلق. هو بس ده اللي وجعني اول، مش عارف ابلع حاجه. لكن زي ما بيقولوا كده يستاهل شويه الالم دول العمليه اللي اتعملت والتحسن لا بتاعك. يستاهل الواحد يجي لك من المريخ ماشي. اقسم بالله يستاهل، لا تستاهل، لا حاجه كتير عليا والله يا ربنا استاذ محمد، عمرك ربنا يكرمك ويخليك والله. للناس والغلاوه والله العظيم يا دكتور. ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا ربنا رب يكرمك ويديك والله. الصحه يا رب يعني. ربنا يكرمك، ده ربنا كلام يعطيك يعني انا علم، معتز بيه والله. الحمد لله. لا العمليه الغلط بتضيع صاحبها. العمليه الغلط بتضيع صاحبها، والاخر هتعمل عمليه ثانيه. صح صح. فاللي يعرف مجالك من الاخر يعرف يرتاح، يعني يعرف السليم فين يرتاح. ايوه. وانا حضرتك متابع البيان اكتر من سنه ونص على النت. يعني والله اقسم بكتاب الله انا جيت كشفت في المنصوره، ما جبت دواء بتاع الدكتور ولا فتح، ولسه في الطريق اتصلنا بالتليفون واحنا راجعين من عند الدكتور مروحين. اتصلنا بالدكتور، قلنا الدكتور اتصل على الدكتور هشام، قال لك في ايه؟ في كشف بكره. تخيل وانت جايب عند دكتور تاني بتاع انف واذن وحنجره في المنصوره. ما حاولنا حتى ناخد دواء، ما وصلناش لسه البيت. اتصلنا قال لك في كشف بكره، رجعنا ردنا القاهره تاني. اقسم بالله يا دكتور ما حاولنا. وحضرتك لما قلت فيها عمليه قلنا عمليه بقى، ما فيش مجال. حضرتك ربنا يخليك يا رب. المهم اتحسنت الحمد لله. المهم بقيت كويس والله الحمد لله. ربنا يخليك. انا عايز يعني اقول لكم بس، هو كان عند الاستاذ حماده الاستاذ حماده اولا كان عنده مناخيره مقفوله تماما بحاجز انفي، وكان عنده غضاريف. الحاجز الانفي اتعمل بالمنظار طبعا زي ما بيقولوا، اتعمل بنسبه نجاح 100%، وده مهم جدا الحقيقه. الغضاريف تم تصغيرها عشان الحاجز الانفي لما بيتعوج بيحصل تضخم في الغضروف. الحلق طبعا عنده اللوز كات سد زوره تماما، سقف الحلق عنده كان مترهل تماما. طبعا كل ده بيبقى نتيجه سده الانف، بيحصل الترهلات الشديده دي. طبعا وجود الاجهزه عندنا بفضل ربنا، سواء كان كوبليشن او راديو فريكونسي او الشيفر، بيساعدنا جدا 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 في ان هو نعمل العمليه زي ما بنقول ايه، بنسبه نجاح 100%. طالما الاجهزه موجوده وبتساعدنا جدا في الالم، بتساعدنا في الوقت، بتساعدنا في الدقه، بتساعدنا في النزيف. كان في نزيف وكان في اي حاجه؟ لا ما كانش يعني كان في، انت كنت متخيل العمليه اتعملت وروحت على طول ولا قعدت؟ انا متخيل ان بيني وبينك المنصوره والقاهره ان انا هتعب بالليل وهنزف. هوصل ازاي؟ بعد قلت له خد ارقام التليفونات بعد ما مشيت من عندي من هنا. متخيل ان انا هتعب بالليل برضك وهيجي سخونيه ايوه. نزيف. واللي مخوفني المسافه بين طبعا قريب من دمياط. عشان ارجع لحضرتك هيبقى صعب شويه ان احنا نرجع. ايه حصل اي حاجه؟ انا قسما بالله بنزل قاعد في السعوديه. بشيل هم السنه ان انا انزل من القاهره واروح شربين بلدنا عشان رايح جاي. يعني ممكن بشيل هم. لحضرتك جيت يجي 6 مرات ولا شيل يعني من فرحه الواحد ما شاء الله من العمليه والكلام ده. الحمد لله. وروحت على طول في نفس اليوم وروحنا واي حاجه؟ لا يعني دم بسيط يعني عادي. حاجه بتبقى نازله بس مفيش نزيف ولا حاجه. لا الحمد لله. ربنا يخليك. اولا الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامه اسرتك، الحمد لله على سلامه المدام. وتعبناك يا دكتور معانا. لا ازاي، ده اقل حاجه. والله العظيم ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يكرمك ويخليك لنا يا رب. وده فضل والله من ربنا يا جماعه علينا وعلى عياننا وعليا وعلى الدنيا كلها، ان احنا بنعمل اللي علينا، ولكن الشفاء ده بتاع ربنا زي ما بقول دايما من اولا واخيرا. وزي ما بقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.